اللاندري بكراكبها بقى لا غنى عنها ان هي تبقى في مكان مغلق. دي فكرة عملناها اللاندري، خدنا جزء من الحمام لان احنا ما كناش محتاجين ان المراية بتاعة الحمام تبقى كبيرة قوي، واليونت بتاعة الحمام كانت لطيفة جدا، والخلع ده عملناه جنبها بحيث ان احنا نخلق وحدة لللاندري بره. وهنا الطرقة كانت كلها تجاليد، فاصلا باب اللاندري مش هتعرف تفرقه من التجاليد غير بلونه بس. وبرضو لما لنا اللاندري بكراكبها، غسالة بقى ومسحوق، ممكن نحط كل سخانات اليونت في نفس الوحدة دي لو البيت صغنن شوية. واللاندري دي بقى كنا واخدينها من مكان مش متوقع، من كورنر المطبخ اللي دايما بيقع منه الحاجات، اللي هو اصلا ملهوش لازمة في المطبخ. وطبعا ما ينفعش نعمل خلع في المطبخ يبقى شكله باين. ملاحظين حاجة؟ المطبخ طبيعي جدا وكله فلات، بس ايوه هي الكورنر ده هو اللي دخلناه في الطرقة وعملنا خلع وجلدناه مع اليونت بتاعة التلاجات والتول يونتس كلها. بقى عندنا لاندري، متخيلين ان هي جاية بجد من كورنر مطبخ اللي هو ملهوش لازمة. قولولنا بقى انتوا عملتوا اللاندري بتاعتكم فين؟